عندي سؤال لئيم بصراحه، بعترف على نفسي. بنشوف برنامج زي حضرتك واما بيبقى معاكي سيلبرتي او حد مشهور، انا بستمتع وانا بتفرج، بنقعد نعرف عنه تفاصيل يمكن يكون ما قالهاش قبل كده. اي حد بيقعد مع حضرتك بيعترف على طول وبنشوف منه جوانب كتيره، ممكن نعرف حاجات شخصيه بس في نفس الوقت ما بتضايقش، ما بحسش ان انا عرفت حاجات ما كانش المفروض اعرفها، بالعكس بنحس ان هو بقى قريب مننا وكاننا فعلا زي ما قلت لحضرتك في اول حلقه كاننا قاعدين معاكي في الليفنج بالظبط وبنرغي. في نوعيه برامج تانية بيبقى فيها حاجات ليها علاقه بالجوسب والنميمه وايه اللي حصل والخناقات اللي في التصوير والمشاكل اللي بين النجوم، الحياه الشخصيه بتاعتهم، تبقى البرامج اللي احنا بنسميها كده البرامج السخنه اللي هي بتبقى ترندنج على طول. شايفه ان الجمهور محتاج اكتر يشوف النجم في النوعيه دي ولا في النوعيه الهاديه اللي انا احس ان كانه قريب مني؟ انا كنت في الاذاعه من سنه 66 وانا لسه ما كملتش 16 سنه، وكنت بساعد في برامج اللي هي معظمها كان بيبقى النوع ده في رمضان. كان رمضان دي موضه ان هو بعد الفطار يجيبوا الممثل من دول يسلخوه ويقعدوا يسالوه اسئله محرجه، ويعني وكنت ببقى يعني متأذيه قوي، ما بحبش الحاجات دي خالص يعني. وببقى انا قاعده هو انا ماسكه النجره للمخرج ولا للمذيع، ما انا لسه بقى صغيره ولسه في زهرات يعني، وبدور له الشريط وبعمل البتاع، وشايفه النجم انت بتعمل فيه كده ليه؟ انا مش بيحبه ده. ايه الفكره من انك تجرحه؟ قال يعني كده شهي البرنامج كده شهي.